شانا بيوخن خزيان المخبى جو خلقت خطا من شاوعة منو هضرة اليوم دير خلقها جو بنيثة القش الخا أمورية بيشا مقروطة من جيب دكتورة باروين بوشن عملت خازغ ما إلى خوي شافت أموريا. مقيم لك نشتة القش مردو تنيتا عم خيادة صبري وسايومي سوريايا الآموريا تشعي تنيتة خد شمة كنائس سهل نينوى في الوثائق العثمانية بشلة مقروطة من جيب الدكتورة باروين بدري بوشورايا مقرولة ميقرا صبري اسطيفان ريشة كنشتا المدعيتا كريتا على الخيوتا وبلخانة وخوباطة ويصيبوتا جو جخلة تشعيتا على الدكتورة باروين بهديروتة أبسقوبة مار ميخائيل مقدسي وكور أبسقوبة دكتور غزوان شهارة ومنيانا من مشتقلانة شلطانة وشد آسي ويصيبة ومرضنة وكنشا من كل شوبانة وهرهادخ ممتلانة الطكسياتة كنشياية ومديناية وقبة وآها قو آوانا دكنشتت ببنيثة القش. نبدي بالوثائق العثمانية اللي هي قسم منها معروضة طبعا مكتوبة بالخط العثماني وقسم منها ترجمتها يعني للعربي. المواضيع اللي اختاريتها هي ما يخص الموصل، اللي يخص الكنائس الموصل والطوائف المسيحية. في كل الطوائف المسيحية كانت هذه الوثائق تخص الأرمن، تخص السريان، تخص الكلدان، علاقتها يعني اللي اهتمينا في هذه الوثائق اللي هنا يعني مدى اهتمام الدولة العثمانية بالكنائس في هذه الفترة. يعني كانت أقدم وثيقة من القرن السادس عشر، هي فترة السلطان حسين اللي حكم هاي المنطقة بهدينان. كان وثيقة هي أقدم واحدة، والبقية من التاسع عشر والثامن عشر. يعني السادس عشر كان وثيقة شكوى من مسيحيي المنطقة في العمادية يشكون للسلطان حسين الوالي يعني قدم عن طريق السلطان حسين في عهده للوالي العثماني انه كنائسنا في وادي صبنة اصابها الضرر وبعضها تحولت الخانات، ويعني هاي من القرن السادس عشر. كان هذه اقدم وثيقة اللي هي تخص الكنائس. بقية الكنائس كانت يعني مثلا احتياجات المسيحيين يقدموها كوثيقة فرمان للسلطان العثماني وبعدين هو ينظر بيها، وطبعا هاي كلها مرقمة ومؤرشفة وإلها يعني صور، هي هاي اللي راح نعرضها، وقسم مثل ما قلت بالخط العربي قسم بالخط العثماني ترجمهم. المشاكل اللي انعرضت في هذه الوثائق هي مشاكل مثلا أول وثيقة بطريرك السريان يشكو للسلطان العثماني من انتشار الكتلكة. يعني صوروا يعني بطريرك السريان في هذه المنطقة يمكن بعشيقة دا يرفع للسلطان العثماني يقول له يعني احنا دا نشكو من مجيء الأجانب ومجيء انتشار الكتلكة وهذا دا يأثر علينا. يعني هذه أول شكوى في هذه الوثائق. يعني الدولة العثمانية راح تنظر في هذه الشكوى وتقرر انه مثلا يعني شنو اللي راح تاخذه، يصدر في وثيقة أخرى رد على هذه الوثيقة اللي كان بها الشكوى. طبعا هي الوثائق اكثرها مثلا اللي نحصل عليها الان اللي من هاي العثمانيه من الوثائق محفوظه في تركيا، كانت فيها سجلات محاكم شرعيه، كانت فيها عقود زواج، مدارس، خانات، اي شيء. يعني هو الدوله العثمانيه كانت تتوثقه. الاسر، تاجير الاماكن، تاجير الدكاكين، اي شيء يخص المجتمع اللي تابع للدولة العثمانية هو كان موثق في هذه الوثائق. بس أنا اختاريت الوثائق اللي تخص الكنائس والمسيحيين في هذه المنطقة.
مثلا هناك فرمانات غير منشورة حصلت عليها براءة تمليك سلطانية لقرية قرقوش. هاي ترجمت للعربية طبعا. منح السلطان بها محمود الأول إلى والي الموصل اللي كان هو الجليلي حسين باشا الجليلي في عهد الجليلين 1743. منح بها ملكية أراضي قرقوش لهذا السلطان الجليلي الحاكم، لأنه كافأهم، لأن أثناء حصار نادر شاه كانت هاي القرية قرقوش هي تدافع عن الأماكن الدولة العثمانية، فكافأهم السلطان العثماني أنه ملكهم هذه، يعني كافأ المسيحيين أنه ملكهم أراضي قرقوش. كانت قرقوش مثلا تتبع اللواء الموصل، وتعطي يعني كل قرية من هاي القرى اللي محيطة بالموصل كانت تعطي نسبة من الضريبة أو الجزية للدولة العثمانية، مثلا أما نقود أو ما منتجاتهم هم أهل القرية، مثلا اللي حياكة، اللي حبوب، اللي شوف عندهم منتجات مثلا زيت، أي شيء هم ينتجوه القرية راح يدفعوه للوالي العثماني أو فلوس نقدية 800 قرش كانت تدفع. فهذه بعد الحرب نادر شاه أعفاهم السلطان العثماني من عندها. رسالة كتبها جورجيوس الثالث البطريرك اليعقوبي، طبعا هو الأرثوذكسي بس هم يكتبون بالوثائق هذا التعبير، مثلا بالوثائق يعني اكو تعابير قديمة من العصر العثماني اللي هم استخدموها في ذاك العصر، ما يعقوبي نسطوري أو كلمات عامية، حتى نشوف الوثيقة مثلا كلمات عامية يعني راح اجى هيش، يعني كلمات تعابير عامية يعني حسب ثقافة الكاتب العريضة أو كاتب الوثيقة. فهذا البطريرك اللي كان في ديار بكر أرسل رسالة فرمان، يعني رسالة إلى محمد باشا الجليلي والي موصل ديشكو من الكاثوليك والوقوف ضد انتشار المذهب الكاثوليكي. يقول له يعني في هذه الوثيقة إنه النصارى صاروا أفرنج، شوفوا التعابير الشعبية يعني العامية، النصارى صاروا أفرنج يعني أجانب، يعني شلون الكاثوليك اعتبروها فشيء أجنبي يعني دخل على المسيحيين، صاروا أجانب أي تكتلكوا، والسريان في بعشيقة وبرطلة أيضا تكتلكوا ولم يرسلوا الجزية. الآن يعني ظاهر الكنيسة كانت تأخذ من عندهم هي أيضا جزية وضريبة، يعني ضريبة الرأس، بس بعدين من تكتلكوا وقاموا يدفعوها، فلهذا البطريرك يعني انزعج من هاي الحالة فدا يشكي له للسلطان. الوثيقة أكو وثيقة أيضا تاريخها من 1838، هذه وثيقة بها أسماء يعني كاثوليك ويعاقبة يعني الأرثوذكس. هذول الطائفتين اقتسموا ممتلكات الأراضي في بيناتهم، يعني تصافوا وتقسموا بيناتهم. تذكر طبعا أسماء مطارنة اللي هم مثلا عيسى العبو، متى يوسف، حنا، قسيس يوسف. اقتسموا بيعة مارتوما في محلة الخزرج، قسموها بيناتهم في ممتلكات الدينية يعني بتصافي بتراضي. يعني هاي نذكر بالوثيقة. الوثيقة الثانية اللي هي اقتسام أديرة خارج الموصل، مثلا الكاثوليك أخذوا دير خضر الياس اللي هو بهنام، والبساتين الزيتون التابعة إلى، لأن كل دير كان له كل كنيسة لها ممتلكات، فهذه اللي اقتسموها بيناتهم بستان محمود باشا. واللي عاقبة أخذوا الشيخ متي وقرية باحزاني والبساتين مالتها يعني وأشجار الزيتون كلها طبعا مذكورة بالعدد في كل وثيقة، طبعا هي مطولة جدا بس أنا اختصرتها، مذكورة أشجار الزيتون والعدد مالتها وأملاكها صاحبيها يعني الملاكين مالتها في هذه القرى بعشيقة وبحزاني. فهاي الوثائق تدل على أنه يعني تراضي المسيحيين على اقتسام هذه المنطقة. الوثيقة عرفتنا بوجود اكو وثيقة أخرى عرفتنا بوجود أمريكان في الموصل، اتخذوا مقبرة دون ترخيص، فهذه وثيقة قدمها يعني حاكم الموصل للسلطان، قال له يعني شلون هذول الأمريكان اللي بوافقة القنصل الإنجليزي يفتحون مقبرة في أراضي الموصل، اللي هو الموضوع القنصل الفرنسي الإنجليزي كان في الموصل هو عيسى رسام، كريستيان عيسى رسام.
وثيقة أخرى موافقة السلطان على طلب السفارة الفرنسية في الموصل مثلا بناء كنيسة فرنجة اللي هي يعني كنيسة اللاتي بعدين صارت فبالساعة. فهذه أيضا بها وثيقة قدموها الفرنسيين، السفارة الفرنسية قدمتها للسلطان العثماني على بناء طلب كنيسة من تاريخ 1862. وثيقة أخرى 1880 كانت طلب من رئيس أساقفة الموصل، طالب رئيس الأساقفة بالموصل طالب عزل بلدية الموصل، قال يعني هذا دا يتعدى علينا ويغلي لنا الأسعار ما أعرف إيش. يعني شوفوا كانت طلبات المسيحيين توثق بوثائق، يعني مو مهملة يعني. ولو هسه احنا نيجي للجانب الآخر للدولة العثمانية، بس اكو وثائق يعني هاي الوثائق اللي دونت طلبات المسيحيين، مثلا تراضي الكنايس، طلب الفرنسيين، يعني هاي كلها كانت مرفوضة من قبل المسيحيين بالنسبة يقدموها للدولة. طلب سفارة فرنسا في اسطنبول بناء كنيسة في الموصل، هاي أيضا وثيقة، وبعدين يجي الرد عليها الموافقة أو الرفض. القنصليات الأجنبية والمبشرين في الموصل لنشر الكتلة كتقرير عن المسيحيين، كانت متصرف الموصل يكتب تقارير للسلطان العثماني عن كل الأجانب اللي يدخلون للموصل، لأن هاي الفترة كانت هي 1800 وبداية يعني بداية القرن التاسع عشر الثامن عشر، كانت بداية مجيء المبشرين اللي هسه راح نتكلم عنهم. هاي الوثائق هي إثباتات، بس هسه راح نجي على الأجانب اللي هم فعلا جو المبشرين اللي بدأوا يبشرون في الموصل وضواحيها، وحتى راح أتناول يعني مثلا بغداد وبقية الأماكن. أكو وثيقة من 1898 أيضا على إعادة بناء مال قرياقوس في الموصل، طلب أنه يريدون بناء كنيسة، إعادة بنائها تجديدها في الموصل. وثيقة أخرى هاي شوي متأخرة 1911، وثيقة لعدم يطالبون أهالي الموصل بأنه مقبرة الأرمن تكون خارج المدينة، لأن المقبرة الأرمن اكتظت يعني ازدحمت، فيطلبون أنه يوسعوها وتكون مقبرة خارج المدينة. يعني شوفوا من طلبات المسيحيين الكاثوليك والأرمن وكل الطوائف هم عندهم طلبات إلى الوالي العثماني. الإبلاغ عن قيام النصارى الكاثوليك والنصارى العاقبة في الموصل باقتسام الممتلكات الدينية والخيرية المشتركة بينهم، العائدة في الموصل بالتراضي، هاي قلناها. بعدين متصرف لواء الموصل في الولاية كتب تقرير مثل ما قلنا عن المبشرين للأجانب، ووثيقة من وزارة العدلية والمذاهب إحالة برقية من بطريركة الروم في أنطاكيا إلى وزارة الداخلية بصرف النظر عن هدم كنيسة الروم المقرر هدمها عند افتتاح شارع الكبير في الموصل. هاي وثائق تخص مسيحيي الموصل، يعني كانوا الظاهر يهدمون كنيسة الروم، فقدموا طلب انه لبطريركة الروم في انطاكيا انه يعدلون عن هذا الطلب، يعني يغيرون رايهم في انه يعني يتجاوزون انه هدم الكنيسه. كتاب من وزارة الداخلية ايضا راح ترد عليهم انه نظرت في هذه البرقيه كلها وزاره الداخليه والموصل انه مثلا غيروا رايهم عن هدم كنيسه الروم، وطالبوا بالوثيقه الاخرى انه يعوضوهم باستملاك الاماكن اللي راح تنهدم. يعني والي الموصل دز برقيه الى السلطان العثماني انه طائفه الدومينيكان مثلا في الموصل تريد تتوسع بنايتها، فالاماكن اللي راح تتهدم في قرب هذه البنايه الدومينيكان اللي هي يعني قرب الساعه كانت مركزهم، راح يطالبون بها بتعويضات الاراضي اللي والبيوت اللي راح ياخذوها، يعني مو عبثا ياخذوها يوسعون الكنيسه اللي تتبعهم. فهذه كلها طلبات كانت في الوثائق. يجي على الرحالة اللي جوي للموصل وجوي في هاي الضواحي اللي زاروا القوش، راح أخذ بالذات القوش. كان ديالافالا اللي هو أول ما ذكر 1610 يمكن تقريبا 24 اللي تزوج هو
رتبة القس في بغداد كصاحب كنيسة بغداد، هم أول متكاثوليكيين في بغداد. ذكر قس قال إنه زوجتي هاي معاني كان عمها البطريرك إيليا في القوش. فهذه مثلا أن أول يعني أنا خبر حصلته على البطريرك إيليا أنه كان أخوه أو ابن يعني عائلته في يترأسون كنيسة بغداد اللي هي كانت أقدم كنيسة أسطورية، وبعدين تكتلكت أول متكتلكين. فشنو العلاقة؟ العلاقة أنه بعدين هاي العائلة اللي نصها تكتلكت ونصها بقت لا في دير هرمز، يعني في دير ربان هرمز بقت على النسطورية القديمة. فذكر هذا الرحالة ديالبالا أنه ابن القس الياس اللي هو راح لأمريكا وكان أول متكاثوليكيين، هو من أبناء القوش، أكيد أنتم تعرفوه من القس الياس الموصلي، وكان إخوانه أول مبشرين أيضا بالكاثوليكية في الموصل اللي تزوجوا من بيت الحلبي، وبعدين يعني هم كانوا أصدقاء للدومينيكان ونشروا الكاثوليكية أيضا. فهذه أول أخبار عن عائلة إيليا الثامن في القوش. بعدين الرحالة سفستيان أيضا ذكر هذه العائلة في القوش، قال في إيليا التاسع مروكي لما جوي ولد أولاد العمة اللي في كنيسة بغداد الكلدانية، ذهبوا للقوش جوي هنا يقنعوه يعني تغيير الكاثوليكية، فهو رفض يعني انهم قال لهم لا انا راح ابقى على يعني مذهبي القديم. فهم كانوا يروحون في طريقهم الى روما وحلب يعني يعنون كاثوليكيتهم، فهم قنعوه، بس إيليا مروكي لا بقى. يعني مشاكل الكاثوليكية اصلا كانت ايضا في الموصل، يعني مو هيك بسهوله انتشرت الكاثوليكية في بغداد ولا في القوش ولا في الموصل، يعني كانت مشاكل كثيره. في الموصل عندنا مثلا قس في 1725 كانت مشكلة القس خضر اللي أكيد قسم اللي أول المتكاثوليكيين هو، واللي بعدين هرب إلى روما، وبعدين ألف كتاب في رحلته إلى روما وألف قواميس، وهذه كان أيضا أول متكاثوليكيين في الموصل. لايارد يعني هسه راح نتكلم عن الرحالة اللي تكلموا عن حالة انتشار الكاثوليكية في قرى القوش والموصل. لايارد كان هنري أوستن لايارد الآثاري البريطاني اللي هو 1850 جاء نقل في تقريباته المشهورة في يعني تل خوينجخ في الموصل، وكان هو أيضا يعني هو ينقل أخبار الدولة العثمانية ينقلها لإنجلترا، يعني هو كان ما بين يعني جاسوس ما بين يعني آثاري ما بين رحالة يعني كل شيء. وكان عنده هرمز رسام اللي هو ينقب وياه جو يعني وياه في عمله في التنقيبات. لايارد لما اجوا لهاي المناطق القرى بعدين خلص زيارته لهاي القرى وكان يكتب تقارير مثل ما قلنا لإنجلترا، كان مكلف من قبل بريطانيا سريا للدولة اللي ينقل الأخبار عن معلومات عن بلاد الدولة العثمانية وفارس. فهو كدبلوماسي يعمل في اسطنبول بالدولة العثمانية، يعني دبلوماسي أيضا في بلده إنجلترا. فحصل على فرمانات 1843 إنه يعني يعطوه أمر بالتنقيبات في كوينجخ، وبعدين بدأ يتجول في هذه القرى يعني كحب آثاري وكأيضا. فأجل دير هرمز ربان هرمز صعد للصوامع وبطريق يعني صف النيا في كتابه رحلته إلى نينوى وآثارها، وشاهد مقابر البطارك الكلدان، وكتب عن القوش انه من اساطير وتحول الكاثوليكية. هذا الحكي في 1850 تقريبا. وزار النبي ناحوم ولقى القصاصات الورق اللي تكون عند النبي ناحوم المكتوبة بالعبرية هي تأرخ تواريخ زيارات اليهود، يعني ما كتب يمثل ل 1850 كمعلومات تاريخية. راح المنقيش أيضا، وراح قرية معلثاية اللي هي بها المنحوتات الآشورية وصعد لها وكتب عنها، وراح قرية مارزية أيضا في مالطا اللي هي بدهوك وكتب عن كنيستها، يعني شلون كانت كنيسة رثة مثلا وبداية تحولها للكاثوليكية، يعني
يعني من 1850 هي كانت كنائس تعبانة. ووصف كنيسة بورزان اللي هي جانب القوش القرية، اللي أيضا وصف كنيستها كانت بداية تحولها من تحول للكتلكة، ويعني بحيث منعوا الكاهن النسطوري القديم المشرقي اللي يدخل الكنيسة. فيقول كنيسة بسيطة والمسيحيين أحوالهم تعبانة ورثة، والكتب الطقسية قديمة ومهملة، ويعني فد كنائس كلش تعبانة، والمسيحيين يعانون من فقر شديد. يعني هذا الحكي في 1850. في طريقة هو بعدين تجول بالعمادية والقرى المسيحية كلها، كان يحمل رسالة إلى البطريرك مال شمعون اللي هم يعني بطريرك النصاطرة، وزار القرى النسطورية، وكان وياه قوات يعني عسكرية، وكان يرافقه المرافق من الباشا يعني حتى يدليه على الطرق. فوصف لنا القرى يعني عين سفني، الكومة، البيبوزي، المتكتلكة حديثا يعني كلها. وصف لنا القرى في حالة يعني رثة جدا، وكانت يعني قبل مجيئه كانت يعني شلون اقولها، يعني كانت على جاري على المسيحيين فد حرب من قبل اغوات المنطقه اللي هم يعني كانوا محاربينهم جدا وماخذين قراهم وماخذين املاكهم، فمهاجرين اهل القرى الاشوريه تقريبا، يعني هم اكثرهم مهاجرين الى القرى الشماليه الاكثر هي في جولاميك. فكانوا يعني من يشوفوا القرى المسيحيين يعني كأنه يستنجدون بيطلبون منا يعني العون، معالجة أمراضهم، معالجة وضعيتهم. يعني فإحنا نشوف يعني مثلا هذه الوصف، يعني المذابح اللي جرت على المسيحيين، يعني هو لايرد وصف لنا إياها في طريقة يعني حتى الآثار بعدها موجودة، يعني إذا هي قبل 10 سنين ما يجي للمنطقة أو شيء، وصف لنا آثار يعني الهدم نهائيا والعظام والموتى يعني المذابح كانت جارية في هذه المناطق كلها بعدها حديثا، يعني اللي هي مشهورة مذبحة بدر خان على المسيحيين في هذه القرى اللي هاجروا منها إلى منطقة أشيثة، وأصبح المسيحيين يعني مثل أسرى أو عبيد في هذه المناطق. باجر أيضا رحالة اجى هو قرايب عيسى رسام البريطاني، كان مندوب عن الكنائس الشرقية، مندوب عنها. بس باجر عند المشرقيين يعني تخصص لإرساليته، هو كل واحد عنده إرسالية معينة يعني على هذول الطوائف المسيحية في هذه المناطق، فكان مخصص إرساليته على النصارى. فرشاهد التدهور التعليمي عند المشرقيين وقلة معرفتهم بأمور الدين، فكان يعني لذلك فكر بإرسال بعثات لاهوتية لهم، يعني هي بحجة تبشير بالكتلة كمالتهم، بس يعني هم يساعدون المسيحيين. لأنه باجر جاب لهم مطابع ودرس اللغات الشرقية، وعرف يعني أرسل رئيس ثقافة كنتبري إلى الإنجليناكية إلى الآشوريين لإرسال هذه البعثات يعني لتحسين من أوضاع المسيحيين. وإكرام كذلك، الرحالة وإكرام اللي يتكلم عليهم قال ذول مجرد استعماريين ما أعرف إيش، كان ساكنين في بيباد، وهم القرية يعني كانت تساعد المسيحيين وترجم لهم الإنجيل ونشرت مطابع، يعني نعتبرها احنا هم صح متحالفين للإنجليز، بس هم أيضا كانوا يساعدون المسيحيين، بس مو التبشير الكاثوليكي، هذول التبشير الإنجليزي. بعدين هرمز رسام كان مع لايرد، لما شاف وضعية هاي المسيحيين أرسل طلب بمبالغ مالية للسلطان العثماني، قال له بس اطلق سراحهم، يعني ذولا مثل صايرين عبيد او اسرى. فكان البطريرك في الموصل لاجئ همين ايضا في الموصل، البطريرك الاشوري طبعا، فاعطاهم مبلغ من المال ودفع عن المسيحيين،
وبلغ مثل ما قلنا احنا راير كان حامل رساله وياه الى مار شمعون اللي هي يعني بلغ عن الاوضاع المسيحيه الحاليه. بعدين احنا نتكلم على كنيسه المشرق اللي هم قلنا المبشرين اللي جوي مثلا الكبوشين اللي جوي بالمناطق الموصل وبغداد، بعدين سحبوا بغداد وقبل الموصل. قرى القوش وبرطلة وقراقوش وتلكيف وباقوفة هذه كانت تكتلكت في عهد الجليليين كما ذكرنا. ظل التنافس في هاي المنطقة ما بين الفرنسيين وما بين الإنجليز المبشرين الإنجليز للصراع على الكنائس في هذه المنطقة. يعني المسيحيين واقعين بين الفرنسيين اللي هم اللي يريدون يكتلكوهم وبين الإنجليز اللي يريدون يسوون الكنيسة البروتستانتية الإنجليكانية. فيعني الوضعية في القوش كانت تتبع الأمراء بهدينان أيضا. الفترة الجليلية هذه عندنا أهم فترة اللي هي صارت صراعات في دير هرمز. قسمة الطوائف المسيحية ما بين المتكتلكين وما بين النساطرة القدماء اللي هم كنيسة المشرق. وبعدين أيضا انقسموا بيناتهم ما بين الكنيسة اللي في قوجانس اللي هي الآشورية القديمة وما بين النساطر دير هرمز. فهذه الصراعات اللي أدت إلى يعني وضعية أنه المسيحيين يكونون في كنائس منقسمة إلى أن انتهت نهائيا هذه الكنائس أنه صارت كلها كاثوليكية كاثوليكية. مع هذا بقت أكو مشاكل يكتبون عنها الرحالة الأجانب في بداية يعني مجيئهم لهذه القرى، أنه مثلا مشكلة دير بيت عابي الناصوري تحول للكتلكة، تغير اسم الدير، أنا كتبت عن هذا وصار دير باسم دير عوديشو. هذه المشكلة مو بس كانت في دير بيت عابي أو دير كنيسة بغداد أو أي كنيسة ناصورية قديمة، كانت على كل الكنائس جرت التغييرات وتحولها من الكنيسة المشرقية إلى، فكان هذا التغيير مو سهل، يعني مو سهل يجري على المسيحيين إنه لا، بس كانت إغراءات يعني من الكنيسة روما، يعني إنه مثلا راح نعطيكم فلوس، راح نعطيكم أموال، راح نغير الطقوس مالتكم، هذه نغير الكنائس تجديدها. فعلى عمود هذا يعني كانت الكنائس تكتلكت، بس مع هذا هي أثرت بالنسبة للآشورية مثلا اللي انحذفوا للإنجليز، اللي عانوا كثير من المشاكل في يعني من مرافقتهم للإنجليز وإعطائهم الأماني. قسم تهجروا، اللي تهجروا من جراء الحروب اللي قلنا صارت عليهم، يعني المشاكل اللي صارت من قبل الدولة العثمانية ومن قبل الصراعات اللي جت التبشيرية للبلد. فالشاهد احنا مثلا الآشوريين أكثرهم تهجروا إلى مخيم بعقوبة اللي هي في 1900، هاي بعدين القرون المتأخرة، وبعدين إلى قرى مندان هم صار عندهم معسكر، وبوسط العراق عندهم صار معسكر بالحبانية والشعيبة. فيعني اعتبروا انه هم من المحسوبين على الانجليز يعني. فهذه الصراعات اللي نناقشها الان يعني ما كانت من تاثير المسيحيين نفسهم، وانما من تاثيرات الخارجيه اللي جتهم من طريق المبشرين واللي جوهم. عندنا الرحاله اللي وصفوا بهذه المناطق، مثلا الرحالة نيبو اللي اجى 1765، هذا ايضا كان يحمل توصيل البعثة التبشيرية للدومينيكان في الموصل وكرامليس. ذكر القس الياس، وذكر انه ذول عائلة الياس اللي هم اول متكاثوليكين. يعني هاي شوف الرحالة في كل سنة هم يذكرون هذه العوائل، ويذكرون العوائل المسيحية اللي تكتلكت في البداية. يعني دوبري 1807 وصل أيضا وصل للآباء الدومينيكان،
وقابل الوالي الجليلي، وكان يصف لنا يعني القرى الخاضعة لحكمه كيف تدفع ضريبة، وكيف يعني بطريقة النساطرة مثلا المشاكل اللي صارت في دير هرمز. فلهذا كان اسم مار شمعون أيضا ذكره في كتابه في رحلته، رحلة دوبري. وذكر السلطة اللي كانت على ديار بكر والأرمن واليعاقبة، يعني ذكر كل الطوائف المسيحية. عندنا رحلة لابولي لاغوز اللي يصف المسيحيين الموصل انهم اكثرهم ارثوذكس وتكتلكوا على طريقة على كنيسة روما. يعني شوفوا تعبير الاجانب مثلا شلون يعني يكتبون على هذه القرى وهذه الطائفة المسيحية. دومينيكي اللي هو نزل في دير الآباء الدومينيكان 1781 وقابل الأب الكابوشي والياس الصراف، هذول العوائل اللي كان يعني بداية المتكتلكين ويعرفون اللغة الإيطالية ويترجمون. فإحنا عند دراستنا لهذه العلاقة بين يعني بداية انتشار الكتلكة وما كتب الرحالة عن هذه البدايات، يعني نشاهد انه فعلا هي مو كانت سهله، صعوبه جدا مرت على هذه القرى المسيحيه، يعني تحولها من المذهب النسطوري الى الكنيسه الشرقيه الى الكتلكه، وبعدين الاشوريين اللي هم سكنوا في مدن في شمال جولاميرك وقوجانس. دراسة هذه العوائل القديمة اللي دخلت الكتلكة لاحظنا لها علاقة مثلا كنيسة بغداد وعلاقتها بدير بيت عابي ودير هرمز، يعني هم كلهم عائلة بطريرك الإيلية اللي توزعوا، قسم تكتلكة وقسم بقوا في دير هرمز، وقسم اللي سافروا هاجروا إلى جولامرك. يعني هذه الانقسامات أدت إلى وجود ثلاث انقسامات في عائلة بيت الأب، أنه قسم هم أول المتكتلكين، قسم بقوا وأخير شيء يلا تكتلكوا يعني إلى يوحنا هرمز اللي هو آخر واحد، والقسم اللي بقوا على جولامرك كنيسة مار شمعون. فهذه يعني ملخصات بسيطة عن وضع المسيحيين من خلال الوثائق ومن خلال الرحالة في القرن الثامن والثامن عشر والتاسع عشر. شكرا. مخبن بصور تشغلون خيطرانا من ده آموريا بشتوا ودا من جيب الدكتورة بروين كت أهم آموريا بشتوا أخاقو وبنيثة القش إنا أخرزت شاوعة من هضرة ومطاي خوتا متخلقتا بسبق بيوخون جو ملوء خانة وهر هذا خباط خانة قبل كل خبني قارن وش بشأنه.